عادل يرد عليها. ناجي، الحمد لله على سلامتك يا عم. ايه الموضوع بالظبط يا استاذ عادل؟ كلموني قبل ما تيجي انت وناجي يا سيادة المقدم، وحذروني من اي محاولة لابلاغ البوليس، وهددوني بانهم ممكن يخلصوا على امر نهائي، فاضطريت انفذ كل اللي طلبوه. ايوه، بس كان لازم تكون ثقتك فينا اكبر من كده يا استاذ عادل. انا اسف، ما حبيتش اعرض حياة قمر للخطر. انا اسف يا استاذ ناجي. الملف خرج من الاسانسير لايدينا يا عادل. الراجل اللي اخد منك الملف لقانا مستنيينه على باب الاسانسير، قبضنا عليه هو والسواق اللي معاه وبنستجوبهم. على فكره يا قمر هانم، في معلومات مهمه قوي محتاجينها منك. ما افتكرش اللي اعرفه هيفيدكم كتير. قمر هانم، انت تقولي واحنا اللي نقرر نستفيد ولا لا. عموما احنا مقدرين حاله الارهاق العصبي والجسمي اللي اكيد بتعاني منها بعد التجربه المريره دي. احنا هنسيبك تتفضلي تروحي الليله، ولما تستريحي خالص بعد اذن الاستاذ عادل هبقى اجي ازوركم في البيت واستفسر عن بقيه التفاصيل. هتلاقيني في بيت بابا في شارع البقلي.